اجتماع دمشق الذي بحث ملف الأكراد في سوريا اعتلته توافقات عدة، وبقي الخلاف حول الأولويات. ولتذليلها قرر الطرفان تشكيل لجان للتفاوض مهمتها تطوير الحوار والمفاوضات الدائرة بين الطرفين، وصولا إلى التركيز على كيفية إنهاء الحرب ورسم خريطة طريق لسوريا ديمقراطية لا مركزية. اجتماع دمشق ناقش كذلك القضايا الخدمية التي شكلت نقطة خلاف حول الأولويات. فبينما تركز حكومة دمشق على استعادة المعابر والبوابات الحدودية وتسلم قوى الأمن مهامها في شرقي نهر الفرات، يركز الأكراد على استعادة الخدمات الأساسية وإصلاح سد الفرات. وفي التفاصيل يقول الأكراد إن مطالبهم ما زالت ثابتة، وترتكز حول الاعتراف بالإدارة الذاتية، عودة المؤسسات الحكومية، إعلان اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب العربية، التعاون في محاربة الإرهاب، وتشكيل لجان خدمية مشتركة. إذن هو وقت المشاورات عبر اللجان المشتركة بين دمشق والكرد، ستتناول مستقبل سوريا والنظام السياسي. مشاورات قد تعترضها بعض العراقيل بحسب مراقبين إن لم يمارس عليها ضغط روسي أمريكي يجعل الأكراد يتخلون عن صلاحياتهم المركزية وصولا إلى نموذج الفيدرالية أو الإدارات المحلية، وسط تمسك دمشق باللامركزية الصارمة.